السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده ان شاء الله طالعين بقى نتكلم معاكم شوية. كنت عاملة النهارده جاتوه شطوه اهوت، وطالعين بقى ان احنا نشرب الشاي معاكم وناكل معاكم جاتوه شطوه ونتكلم مع بعض. اللي لسه اول مرة يشوفني على دماغي من فوق سبسكرايب بقى، لايك وشير كتير لو عجبكم الفيديو. ومعانا بقى المستر عاطف هيتكلم معاكم زي يسلم عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهارده هنتكلم شوية بس على الناس اللي بتعلق على المحتوى اللي احنا بنعمله. يعني واحد بيقول لي انت ازاي اصلا مراتك تظهر على القناة كده والناس كلها تشوفها وبتاع؟ طب ما هي اصلا مراتي كده كده بتمشي في الشارع وكل الناس بتشوفها، ومراتي ممرضة وبتدخل كل بيت وبتدي حقنة وتركب محلول وبتحش الألم على الناس، فحاجة عادية يعني. وفي حاجة تانية قالت، وحد برضو قال ان وهي ماسكه طبق الاجنحه كده وبتسخر من الظروف اللي الناس فيها. هو مجرد يا جماعه فيديو كوميدي بس للضحك، يعني ان اكيد هتشوفوا منه حته وهتعرفوه. يقول لك ان طب انت طالعه تشحتي، نشحت ليه؟ الحمد لله احنا مش محتاجين من اي حد حاجه، واحنا عمرنا وانا بالذات عمري ما اشتكيت لحد وقلت انا ظروفي ولا موضوعي ولا مش لاقي شغل ولا. الحمد لله رب العالمين. اي حد بيسالني انت عامل ايه اقول له بفضل ونعم، وانا الحمد لله في احسن حال حتى لو باكل عيش حاف. الرسول قال من ملك قوت يومه ملك الدنيا وما عليه. طالما انا خلاص لا اكل واشرب خلاص، انا مش محتاجين من حد حاجه ولا بنقول لحد شحتنا ولا ادينا. دي اولا. ثانيا وهو الاهم، بيقولوا لي انت بتطلع مع مراتك ليه؟ ده هو قناه طبخ ومراتك انت بتطلع معاها ليه؟ اولا انا كنت شيف اصلا وبعرف اطبخ وبعمل اكلات ووصفات، فبطلع اعملها عادي، وكمان بطلع مع مراتي عشان ما فيش اي حد يقول هو جوزها سايبها تطلع كده ليه. ثانيا وهو الاهم، في يا جماعه انتوا الناس كلها عماله تقول ان احنا في ازمه غذاء وفي ازمه اسعار. لا يا جماعه، احنا ولا في ازمه غذاء ولا في ازمه اسعار، احنا في ازمه مبادئ وازمه اخلاق وازمه رحمه. ازمه مبادئ ازاي؟ ازمه مبادئ ان المدرس يكون عنده مبدا ان ربنا اداك العلم ده علشان تعلمه للناس وتوصله، مش تتاجر فيه كسلعه. انا كنت شغال مع واحد صاحبي كان استورجي، كان لما حد يجي يساله على اي معلومه في الشغل كان يقول له، وبعدين التاني يجي يقول ايه ده انا اللي معلمه. اقول له يا ابني طب انت بتقول ما كنتش تقول بقى علشان ما دلوقتي هو بيقول انت اللي معلمه وبتنطط عليك. ما اي حد يسالك على حاجه ما تقولوش. قال لي كلمه بترن في ودني بقى لها 30 سنه، بترن في ودني لغايه دلوقتي كاني لسه بسمعها دلوقتي. قال لي يا عاطف العلم ده من عند ربنا، فطول ما انت بتدي العلم اللي ربنا بيدولك ده العلم بيزيد. الحاجه الوحيده اللي كل ما بيتاخد منها بيزيد، لكن لو اختصرت علمك ليك انت بس ربنا هيختصر علمك حد معين، لكن طول ما بتدي العلم ربنا بيزيدك من العلم. انما بقى ازمه الاخلاق اللي احنا بقينا دلوقتي اصلا عايشين فيها، يعني ان ازاي اصلا واحده طالعه في الفرح تقول للعريس قبلني، يعني وعماله تتحايل عليه وتشد. وايه ده هي الايه اتقلبت، ده المفروض العكس. يعني احنا كنا الاول لما نجوز بنتنا نروح نطمن عليها نشوف جوزها دوت يعني كويس ولا لا. دلوقتي الحمد لله بقينا العكس بقى، احنا مطمنين على الراجل ونروح احنا بقى نشوف الست. هي يعني انتوا فاهمين الحياه اتقلبت والدنيا. طبعا هو الموضوع نازل ترند يا جماعه على السوشيال ميديا كله، موضوع العروسه واللي يعني واللي عملته بصراحه يعني، وكومنتات اللي الناس معلقين عليها. انا صعب عليا هي يعني في بيتك اعملي الكلام ده، انما قدام الناس او حد خد الفيديو نزله بقيتي طبعا ترند اهوت. ما اعرفش انت قصدك تعملي كده عشان انت بترند ولا بس سيبك انت بقى من الترند والحوار ده كله. الكومنتات السلبيه بقى المتقاله كلها زمان فعلا زي ما كومنت اتقال، اهلك دلوقتي زمانهم عاملين ايه او كان. فليه احنا دايما ما بنفكرش في الحاجه قبل ما احنا نعملها؟ اولا. ثانيا هبه السيد برضو ما طلعت اتكلمت على اولادها. انت يمكن كنت عايزه توصلي معلومه معينه للناس ان ما ينفعش البنت يبقى مع الولد الاخوات مثلا، البنت والولد يناموا مع بعض في سرير واحد. يمكن كنت عايزه توصلي المعلومه دي بس يمكن وصلتها بطريقه غلط. اصل مش متخيله ان انت ممكن تكوني عشان تطلعي ترند او تجيبي مشاهدات انك تتكلمي على اولادك ويعني وتخليهم في وسط الناس ما يسووش والناس تبصوا بصه وحشه او. فانا بحلل الكلام، بقول يمكن وصلت الكلام للناس بطريقه غلط. فطبعا اصبح برضه اللي يعني الكلام برضه عليكي كتير واللي حصل لك ربنا يفك كربك واللي انت فيه طبعا. بس يا جماعه
مش عايزه ان الناس تقول لك انا باصه لفلانه ديت ان هي ما شاء الله بقى عندها كتير، انا هعمل اي حاجه عشان يبقى عندي مشاهدين ومتابعين ومشتركين والكلام الفاضي ده. لا يا جماعه، مش ده توفيق ربنا. 2 مليون 6 من ايا كان، ده توفيق من عند الله. المهم يا جماعه ان احنا هناخد دايما اي موضوع يتقال او اي حاجه خدوا منها اي استفاده، ما تاخدوش سلبيات وتقعدوا تعلقوا عليه. فعلا المفروض طالما في اطفال في بيت ما ينفعش ولد وبنت يناموا في اوضه واحده، لازم البنات في اوضه والاولاد في اوضه. انا من ساعه ما ولدت جوري دي هيبقى لها 6 سنين اهي، هي بتنام جنب امها وانا بنام في الصاله، لان انا ما عنديش الا اوضتين فيهم الاثنين ولادي الصبيان، واوضه ام احمد وجوري نايمين على السرير لوحدهم. ما ينفعش ادخل بنتي تنام في وسطهم، لان يا جماعه دول اطفال بيقلدوا اللي بيشوفوه على التلفزيون، بيقلدوا اللي بيشوفوه على النت، بيقلدوا اللي بيشوفوا ابوهم وامهم مثلا بيعملوه، هم مش مدركين هم بيعملوا ايه، فهم بيقلدوا اللي بيشوفوه. فلازم يا جماعه البنت لها اوضه والراجل له اوضه والولد له اوضه. نرجع بقى لازمه الاخلاق برضو، ان انا مثلا لما ابقى ماشي في الشارع والاقي عيل صغير ماسك سيجاره وبيشرب فيها عنده 8 9 سنين، واقول له تعالى يا حبيبي انت ليه بتشرب كده ولا بتعمل كده ليه؟ كده عيب يا حبيبي ودي صحتك وكده انت ماشي غلط. يرد يقول لي انت مالك انت ومال اهلك انت، ويبوق فيا. ما هي دي الاخلاق اللي غابت برضه. انما بقى ازمه الرحمه دي بقى فلها مواضيع كتير قوي. اول هم بقى لما يبقى صاحب شغل عارف ان الانسان اللي شغال مع عنده دوت او الصنايعي او العامل دوت ان في الظروف الصعبه اللي احنا فيها مش هيلاقي شغله بره، يطلع عينه ويديله ربع اللي المفروض يقبضه ويذله ويهدده كل شويه عشان عارف ان هو يعني مش هيقدر يمشي ولا هيقدر يروح يشتغل في حته تانيه. التاجر اللي بيحتكر السلع ديت يرحم الناس اللي اصبحت الناس بتمشي تلم عيش تاكله في الشوارع. الرحمه ان المدرس لما يبقى العيل في المراجعه وخلاص داخل الامتحانات يقول له انت مش هتخش الا لما تجيب الفلوس الدروس القديمه، ويخلي الولد ما يخشش يراجع ومش عارف يمتحن. الرحمه غابت يا جدعان، والمبادئ والاخلاق. فاحنا يا جماعه يعني يا ريت كل واحد يبقى يقف وقفه كده مع نفسه يشوف هو صح ولا غلط. ربنا خلقنا نفيد الناس، ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. شوف انت تقدر تفيد الناس بايه، تقدر توصل لهم ايه. مش كل واحد عايز اي حاجه يعصر وخلاص ومصلحتي واهم حاجه، لا. فطبعا يا جماعه احنا دلوقتي طلعنا عشان نقول ان احنا يا جماعه المحتوى بتاعنا ده احنا هنكمله واحنا ماشيين كويس. انا مراتي لابساها كويس محترمه قاعده قدامكم اهي، ما فيهاش اي حتى الروج ما اتحطش، ما فيش اي حاجه، هي لبسها اللي بتمشي بيه في الشارع هو ده اللي الناس بتشوفها في الشارع بتشوفها على القناه، هي ما بتعملش حاجه غلط. واحنا ما بنطلعش نشحت، احنا ما بنقولش لحد ادينا ولا احنا عايزين من حد حاجه. الحمد لله احنا مستورين وعايشين ومية مية. احنا بنقدم محتويات، فكره طبخ جديده، فكره جديده، نصيحه، معلومه بس. لكن احنا يا جماعه مش محتاجين من اي حد حاجه. وحتى لو بنعمل اكل كل البيوت بتعمله، ففي مثل بيقول لك ايه، مش كل الايادي زي بعضها. انت بتعملي بطريقه، انا بعمل بطريقه، ممكن انا استفاد بطريقتك انت تستفادي بطريقتي. مش كلنا اكيد بنعمل زي بعض، صوابعك مش زي بعضها ابدا. كل واحد وله طريقته في الطبخ وفي الاكل بتاعه، والتكه بتاعه بقى اللي بتعجبه. انا ممكن بعملها بطريقه حلوه بس تعجبني حاجه حد مثلا بتعملها برضو بتكه تانية كده عجبتني اخدها، وهكذا. فاحنا كلنا بنستفاد من بعض يا جماعه. يعني يا جماعه مثلا الجاتوه شاتو ده اي حد بيعمله اول ما بيطلع من الفرن بيكب عليه الكوبايه اللي هو عينها متجمده وخلاص. لا، ام احمد بقى عملت جابت فروتي وعملته بسكر وقلبته كويس جدا وسقت الكيكه الاول قبل ما تنزل بالخليط اللي فوق ده. انا هنزل لكم تاكلي الكيكايه تحس ان هي فيها مزازه كده، فيها طعم جميل قوي. انا هنزل لكم الطريقه علشان المستر عاطف عامل طبعا الجاتوه شاتو دوت قبل كام فيديو هو عامله بطريقه، انا هعمله لكم بالطريقه بتاعتي الخاصه اللي انا بعملها بيه. فانتوا كل واحد له راي، هو جوزي اهو هو عمل بطريقه، انا عملت بطريقه، كلنا كده يا جماعه. مش لازم ان احنا نعيب على بعض ونقول ده لا ده كذا لا ده كذا. الواحد بس طلع يتكلم معاكم شويه، هو طبعا الموضوع مضايقه ان الكلام مثلا ده ايه ده طالعين تعمل ايه بالجناحه، ما فيش حاجه بالجناحه. المهم يا جماعه والله العظيم الفيديو ده طلع معايا بص فكره كده جات، مفيش اي هدف منها خالص، بس طبعا هو كان ولا الحاجات الفاضيه ديت. المهم يا جماعه ان احنا عايزينكم يا ريت تشجعونا، تطلعونا للامام كده، تدفعونا، مش تحبطونا وتجيبوا لنا يأس وتقعدوا تعلقوا علينا وعمالين تدوروا على الاخطاء علشان تعلقوا بس عليها. طب ما تشوفوا اي ميزه حلوه كده تستفيدوا بيها مننا. في النهايه يا جماعه بنقول لكم
نتمنى ان احنا نكون ضيوف خفاف عليكم، ونتمنى ان احنا ما نكونش صدعنا دماغكم بكتر الكلام، ونكون وصلنا لكم باي معلومات مفيده. وما تنسوش بقى الاشتراكات واللايك، لان ان شاء الله القناه مش هتكبر الا بربنا سبحانه وتعالى ثم بيكم. وكل سنه وانتم طيبين. شجعونا كده بقى يا حبايبنا بالله والسلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته.